السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم صابلي معمر بالكراميل وبالشكلاط ومزيين برقائق اللوز. كيجي اكثر من رائع سواء لا في المذاق ولا حتى في الشكل ديالو. غنحتاج في المقادير ديال العجين عندي 125 غرام ديال الزبده ديال العبار او نباتيه ديال العلبه، تكون على درجه حراره المطبخ. كيس واحد ديال السكر بنكهه زهره البرتقال، بيضه واحده، ملعقة كبيرة من الزيت النباتية، 2 معالق كبار من السكر بودرة سكر كلاصي، ملعقة كبيرة من ماء الزهر، والدقيق حسب الخليط، وقليل جدا من الملح. غادي نبداو في تحضير العجين. كنديرو في القصريه او في الاناء اللي غادي نخلطو فيه، كنديرو فيه هذاك السكر منسم بماء ديال الزهر، كيجي فيه ديك النكهه زوينه بزاف. ممكن اللي ما كتعجبوش يستغنى عليه ويعوضو بالسكر الفاني. غنضيف 2 معالق كبار من السكر كلاصي، القليل من الملح، وغنضيف الزبده 125 غرام ديال الزبده اللي كتكون على درجه حراره المطبخ. هنا ضروري جدا تستعملوا الزبده تكون ديال العلبه او لا تستعملوا الزبده ديال العبار. كنخدموها بالاطراف ديال الاصابع حتى كتنسجم هذيك الزبده مع السكر. من بعد غادي نضيف معلقه كبيره ديال ماء الزهر، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال زيت النباتيه، وغادي نخلط الكل مزيان. غادي فقط نبقاو نخلطو غير بالاطراف ديال الاصابع، يعني ما كنعجنوش هذا الخليط، ما خصوش يتعجن مزيان. وغنضيف بيضه وحده. من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق حسب الخليط حتى كتجمع ليا العجينه. خصها تكون رطبه، خصها نحصلوا على واحد العجين رطب، يعني ما خصناش نكثروا الدقيق حتى تقصح. هنا الدقيق الخاص بالحلويات. دائما بالنسبه للصابلي ما كنخلطوش مزيان، يعني ما كنخلطوش بزاف حتى كتطلق هذيك الزبده الماء، ملي كندخلوا العجين يطيب فما كيبقاش محتفظ لينا بالحجم ديالو بالشكل ديالو، كيتغير. فلذلك فمن الاحسن انكم تستعملوا الزبده ديال العبار او لا زبده نباتيه اللي دغيا كتذوب. كنخلطوها وكتكون على درجه حراره المطبخ. كنخلطوها مع السكر واحد شويه، من بعد كنضيفوا ما تبقى من المكونات، واخر شيء كنضيفوا الدقيق. كنخلطو حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتكون رطبه. دابا بعد ما تجمعت ليا العجينه حصلت على عجينه رطبه بزاف، كتكون بحال هكا، كتكون رطبه ولكن ما كتلصقش، يعني فيها الدقيق الكافي. الان غادي ناخذها ونديرها في بلاستيك غذائي، وغادي ندخلها للثلاجه، وغادي نخليها فيها تقريبا كترتاح واحد نص ساعه على الاقل. كل ما ارتاحت كل ما كتجي مزيان، وكل ما بردات مزيان كل ما كتساعدنا ملي كنبغيو نطلقوها. دابا بعد ما كترتاح العجينه ديالنا مزيان بردات مزيان، كنخرجوها من الثلاجه، كنرشو شويه ديال الدقيق فوق طاوله العمل، وكنرشو حتى هذاك المدلك اللي غادي نسرحو به العجينه، وكنبداو نسرحوها غير بشويه، وحنا كنسرحو حتى كنسرحوها مزيان بشكل طولي. وكنستعملوا قوالب فرديين، هذوك القوالب ديال الطورات اللي كيكونوا صغيورين صغار بزاف، الحجم ديالهم كيكون صغير. هادو كيجيو زوينين بزاف في المنظر ديالهم. غادي نسرح العجينه ديالي مزيان، بعد غادي ندير القوالب ديالي تحت من العجينه، وغادي نلف العجينه ديالي في المدلك، وغادي نحطها فوق هذوك القوالب اللي كيكونوا مغسولين مزيان، ما كندهنوهم ما والو، غير مغسولين مزيان ومنشفين من الماء، وكنحطوا فوق منهم العجينه بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كنبداو نضغطوا على ديك العجينه، كنديو نجيبوا هذاك المدلك فوق منها حتى كيتبتوا لينا وسط القوالب بهذا الشكل هذا. الان كنعاود نضغط عليها واحد شويه بالاصابع ديالي، وكنحيد هذاك فائض العجين اللي كيخرج من الجناب، كنقادها مزيان صافي تنحطوها في اللاطه اللي كتدخل الفران. كنكمل العجينه ديالي كلها درتها في القوالب، كنجيب فرشيط وكنتكها واحد شويه من التحت. كنحطهم في لاطه اللي كتدخل الفران، تندير ليهم كنقطع ورق الزبده على شكل دوائر، كنحطو في الوسط وكنتقل عليه بواحد شويه ديال العدس او الحمص، وكندخلهم للفران اللي تيكون سخون من قبل على درجه حراره متوسطه. كنشعلو غير من التحت وكنقصو حتى كيطيبوا ليا. بعد ما كيطيبوا كنحيد هذاك العدس مع الورق اللي فيه، وكنخليهم كيتحمروا واحد شويه وكيجيو على هذا الشكل هذا.
صافي وكنخرجوهم، ما كنغفلوش عليهم باش ما يتحرقوش لينا. كان دابا باش نزينو غادي نحتاجو الحليب مركز محلى. درتو كيطيب في طنجره فيها ماء، وضعت فيه هذا الحليب هذا مده ديال 40 دقيقه حتى ولا عندي على شكل كراميل. الان كنجيب القوالب ديال الطورات ديالي وكنعمرهم معلقه صغيره من الكريم كراميل بهذا الشكل هذا. كندير فيهم معلقه صغيره عامره، وكنخلي مازال فين ندير الشكلاط لاني غادي نعمرهم مازال غادي نعمرهم حتى بالشكلاط مذوب. كنقادو مزيان وكنحطهم في اللاطه وكنستمر بنفس الطريقه. دابا بعد ما كنكمل كنجيب الشكلاط الاسود من النوع الجيد الخاص بالحلويات. كندوبو، ما كنضيف عليه حتى حاجه، وكنديرو في واحد بلاستيك غذائي، وكنبدا نعمر هادوك القوالب ديالي فوق من هذاك الكراميل. كندير الشكلاط الاسود كنعمر من الجناب ومن الوسط. كنقادو مزيان وكنزينو برقائق اللوز اللي كنكونو حمرناهم واحد شويه في الفران. المنظر ديالهم تيجي زوين بزاف، وحتى المذاق ديالهم تيجي هائل. فبعد ما كنكملوا كنديرهم في شي علبه كنحتفظوا بهم في الثلاجه. ملي كنبغيو نقدموهم فهما كيجيو معلكين من الوسط، وكيكون هذيك الطبقه ديال الكراميل كتكون معلكه، وهذاك الشكلاط ملي كيبرد كيولي جامد كيجي فيهم رائع جدا. نتمنى انكم تجربوهم لانهم فعلا تيجيو لذاذ بزاف. انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكملهم في التزيين وكنقدمهم بالصحه والراحه. كنتمنى الفيديو ديالي ما يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوهم بصحه وراحه. ما تنساوش الى عجبكم تشاركوه مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش يوم الفائده. اشتركوا في القناه الا كنتو باقي ما مشتركينش، ضغطوا على الجرس اللي كاين حدا زر الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.